الدنيا حر وراجع من الشغل تعبان، تيجي تشغل المكيف تلاقيه بدأ ينقط مويه. قبل ما تقول المكيف خرب بيتصل بالفني يشحنه في الرهن. تعالى اقول لك العيب في التأسيس بيجي منين. في هندسة التكييف المويه اللي بتنزل دي تكثيف طبيعي، لكن اللي بتطلع بره المجرى 3 أخطاء هندسية في التأسيس بتخلي غرفتك مسبح. ميول ماسورة الصرف، ماسورة التصريف اللي في الجدار لازم يكون فيها ميل واضح لبره. لو المقاول ركبها مسطرة أو بميل عكسي، الميول هترجع وتطلع من صدر المكيف. العزل الحراري للنحاس، مواسير النحاس لو مش معزولة كويس بالأرموفليكس هتعرق وتنزل موية داخل الجدار وتعمل رطوبة وعفن خلف المكيف. مكان الوحدة الخارجية، لو الكمبرسور مكتوم في مكان مفيهوش تهوية كويس، الجهاز هيسخن، الضغط هيعلى وكفاءة التصريف هتقل. نصيحة ونرود: المكيف مش بس جهاز بتشتريه، التكييف هو تأسيس مواسير. تأكد من اختبار لي الموية داخل المواسير قبل ما تقفل اللياسة أو المحارة عشان ما تضطرش تكسر أو تخسر الدهانات. قولي في التعليقات مكيفك بينقط موية ولا شغال تلاجة. لو جاتك مشكلة في التكييف اكتبلي في التعليقات. أنا مهندسكم أون رود، دربكم خضر وعمركم صخر.